واللي بيحاول ان هو يحيي اله الدم علشان يبيد البشرية كلها ويسيطر على العالم. الفيلم اللي معانا النهاردة هو فيلم بليد. الفيلم بيحكي عن بليد واللي نصه مصاص دماء ونصه بشري، واللي بيسعى للانتقام من مصاصين الدماء اللي قتلوا والدته وهو جنين، وده طبعا بمساعدة دكتورة اسمها كارين وصانع الأسلحة إبراهام. طبعا بليد بيتمتع بالقوة الخارقة بتاعت مصاصين الدماء، وفي نفس الوقت ما عندوش نقطة ضعفهم الرئيسية اللي هي الضعف من أشعة الشمس. اللي حصل ان ام بليد اتعضت من مصاص دماء وهي حامل فيه، فبالتالي انتقلت الصفات ليه وهو في بطنها، وبيكبر بليد وبيطور مهاراته في صيد وقتل مصاصين الدماء لحد ما بيظهر مصاص دماء متمرد اسمه ديكن فروست، واللي بيحاول ان هو يحيي اله الدم علشان يبيد البشريه كلها ويسيطر على العالم، وبيحاول يستغل بليد في ان هو يوصل لهدفه ده. بينقذ بليد الدكتوره كارين من شويه مصاصين دماء كده، وبتساعده ان هو يفهم طبيعته ويعرف قوته. بيوصل بليد لمكان تجمع مصاصين الدماء وبيمنعهم ان هم يحققوا هدفهم. مش قادر اوصف لكم الشباب كانت مبسوطه قد ايه وهي بتتفرج على الفيلم ده. وهنا ادركت نعمه الجهل، مش قصدي بالجهل اللي هو القرايه والكتابه، قصدي الجهل اللي هو عدم معرفتك او المامك بشيء معين. لان انا بالنسبه لي لو ما كنتش شفت حاجات اعلى على مستوى الجرافيكس والسي جي اي كان زماني مبسوط زيهم. وتقييمي للفيلم ان انا هديله الجولد ميدال، لان الفيلم رائع على مستوى الاحداث والقصه، وكمان الصراع اللي بيخوضه بليد علشان يوصل لهدفه اللي هو ينتقم من مصاصين الدماء اللي قتلوا امه. ده غير ان الجرافيكس بتاعته ساعتها كانت تعتبر طفره في عالم الاكشن والتجربه البصريه. بس ما تنساش تعمل لنا لايك شير سبسكرايب، ولو انت على تيك توك وانستجرام وفيسبوك اعمل لنا فولو.